بسم الله الرحمن الرحيم. حل قطعة نحو محافظة أسوان 2020 لشبابنا الواعي التحية التقدير. طبعا أصل الجملة تحية تقدير لشبابنا، فتحية مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. فيا ساعين وراء أهدافكم أنتم سر قوة الأمة وعمادها. طبعا أنتم سر مبتدأ وخبر، الأمة مضاف إليه، وعمادها الواو حرف عطف يبقى عماد اسم معطوف مجرور. وعمادها الواو حرف عطف، عمادي اسم معطوف مجرور بالكسرة، لأن اللي قبله طبعا مجرور بالكسرة. هاء الغيبة ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وحصنها المنيع، المنيع نعت مجرور بالكسرة. فلا تقصروا في أداء واجبكم. فلا هنا اللا ناهية مش نافية، لو نافية ما كانتش جزمت، هنا لا ناهية بتنهى وكده جزمت الفعل المضارع. تقصروا، تقصر فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة في كلمة تقصروا، واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، ضمير مبني في محل رفع فاعل. استخرج منادى وبين نوعه. المنادى فيا ساعين وراء أهدافكم. ساعين هنا انت ملاحظ طبعا النون موجودة فهو مش منادى مضاف، وده منادى شبيه بالمضاف، منادى شبيه بالمضاف، لأن ما بعد كلمة ساعين متعلق بالمنادى، متعلق بكلمة ساعين. كلمة وراء أهدافكم متعلقة بالمنادى ساعين، ساعين، إذا هنا المنادى ده شبيه بالمضاف. عايزين هنطلع بدل وبرضه نبين نوعه. البدل عندي آخر حاجة هي سهلة، نحو وطنكم مصر، فالبدل مصر بدل من وطنكم. طلعنا البدل وبقى نوعه مطابق، نوعه مطابق. ممنوع من الصرف، أنا حلوة قوي عندي الممنوع من الصرف هنا مصر، مصر ممنوع من الصرف، وهي يجوز صرفها أيضا لأنها علم مؤنث ثلاثي ساكن الوسط. لو أنا مش شايفة يعني في ممنوع من الصرف تاني، لو حد شافه يقول لي وأبص عليه تاني. مخصوص بالمدح وبين حكمه من حيث التقديم والتأخير. حكمه من حيث التقديم والتأخير يعني هل هو جائز التقديم والتأخير ولا واجب التقديم والتأخير. طبعا احنا عارفين ان المخصوص بالمدح امتى يكون واجب التأخير، مع حبذا ولا مع حبذا، وامتى يكون جائز التقديم مع نعمة. وعشان كده هنا فنعم الشباب أبناء وطننا الغالي، فنعم الشباب أبناء، وهنا المخصوص أبناء. خد بالك هو مش عاوز أسلوب المدح كله، هو عاوز المخصوص، فالمخصوص هنا كلمة أبناء مخصوص، حكمه جائز التقديم وجائز التأخير. يعني ممكن أقول إيه؟ نعم الشباب أبناء، ممكن أقول أبناء وطننا نعم الشباب. هنا بقى التكات الصعبة اهي، بيقول لي اعرب كلمة عمر في المثالين اللي قدامك دول. نعم الخليفة عمر ونعم الخليفة يا عمر. نيجي المثال التاني، نعم الخليفة يا عمر، طول ما في أداة نداء يا يبقى لازم أعرب عمر ايه؟ منادى، دي ما فيهاش كلام. طالما في أداة نداء ملهاش احتمالات، طالما في أداة نداء يبقى عمر منادى. طيب هنا منادى تمام، يبقى يا عمر، عمر منادى مرفوع بالضمة. نيجي على نعم الخليفة عمر. طبعا هنا برضو انت ممكن ايه تفكر الخليفة عمر، تقول ايه؟ الخليفة هو عمر وعمر هو الخليفة، يبقى بدل. بس لا مش بدل، ليه؟ لان انا عندي في اولويات في الاعراب. وخد بالك من حاجة تانية كمان، يعني البدل ده بيبقى كمالة، البدل اقدر استغنى عنه. وطبعا انا عندي هنا نعمة، فنعمة هنا هي اللي هتشوف شغلها. نعم الخليفة عمر، عمر هنا المخصوص بالمدح مع نعمة، يعني عمر هعربها مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة، مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة يا، والجملة اللي قبله نعم الخليفة هي الخبر، جملة فعلية مقدم، يا هعرب عمر خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو عمر. تمام كده. يبقى احنا ليه عمر ما عربناهاش بدل؟ ما انا ممكن الخليفة عمر في مواقع تانية بعربها بدل. ليه؟ البدل كمالة ممكن استغنى عنه. لما اقول انتصر الخليفة عمر في المعركة، فانا ممكن اقول انتصر الخليفة في المعركة والجملة تستقيم. فالبدل كمالة. اللي منعني هنا ان انا اقول بدل ان هو الكلمة عمر اساسية في الموضوع، ما ينفعش اقول نعم الخليفة واسكت. نعم الخليفة ايه؟
يبقى هنا عمر لا ما اعربتهاش بدل ليه؟ لانها ممكن لا يمكن ان انا استغني عنها في الجمله دي، والاولى بيا بقى ان انا اعربها ايه؟ هي المخصوص بنعمه، يعني مبتدا مؤخر او خبر لمبتدا محذوف. أعجبني في الغردقة نقط، وأعجبت بالغردقة نقط، وعايز تحط كلمة هواء هنا أو هنا وتعربها. طبعا برضو من الأسئلة الصعبة اللي المفروض عيل يكون ممتاز ويقعد يفكر ويحل. هو أنا لو جيت للمثال الأولاني أعجبني في الغردقة، فهقول مثلا إيه؟ أحط الهواء ضمير وأقول هوائها. أعجبني في نيجي بقى لأعجبت بالغردقة. طبعا دي أعجبت، خد بالك من أعجبت هنا. أعجبة ده فعل مبني للمجهول، وتاء الفاعل هنا نائب فاعل. أعجبت بالغردقة هواء. أعجبت بالغردقة هواء، وفي الحالة دي هواء هعربها تمييز منصوب بالفتحة. وبرضو السؤال اللي بعده صعب، لا محافظة أسوان، يعني في تكات كتيرة في النحو. الظاهر ده النظام الجديد بقى، ان احنا ايه نشد على العيال شوية، بنجهزهم لأولى ثانوي بقى وتانية ثانوي عشان التوهان الأكبر. ف ربنا مع أولادنا والله، ربنا يصلح حالكم يا ولاد. شوف بقى في دي جايب لك عبارة، بيقول لك في العبارة السابقة اسم واحد فقط ممنوع من الصرف، حدده واذكر السبب. وجايب طبعا في القطعة كلمات يعني مش ممنوعة من الصرف، لكن هي شبه اللي هي الكلمات اللي بتمنع من الصرف. دي طبعا عايزة العيل اللي مذاكر واللي واخد باله. دي المعلومات دي اللي بنأكدها للعيال بقى اللي بتبقى ممتازة. بس طبعا يعني برضو زحمة، يعني مفروض زحمة يعني الطالب ده وراه علوم ووراه يعني حاجات كتير، مش متخصص، هو مش هيطلع مدرس لغة عربية من تحت ايدك يعني اللي بيحطوا الامتحانات دول، انت بتحط امتحان لطالب اعدادية، مش بتحط امتحان لواحد تخصص في اللغة العربية وهيطلع مدرس يعني. نشوف العبارة ونركز مع بعض. أحمد الله على نعمة ماء السماء والغذاء والهواء، ونعم عظمى لا تعد ولا تحصى. هنا بيقول لك كل الكلمات اللي انت فاكرها انها هتبقى ممنوعة من الصرف، لا مش ممنوعة من الصرف، هي كلمة واحدة بس الممنوعة من الصرف. طبعا انت هتتلخبط، بس يعني الطالب برضو اللي ممكن حتى لو مش عارف المعلومة ممكن يقول هي أكتر حاجة أنا واثق فيها كلمة عظمى، وفعلا هي كلمة عظمى ممنوعة من الصرف لأنها اسم مختوم بألف التأنيث المقصورة. عظمى هي بس الممنوعة من الصرف. طيب لما نيجي بقى لكلمة سماء وماء وغذاء وهواء، كلهم مصروفين. طب ليه مصروفين رغم ان اخرهم همزه، اللي هي بتبقى همزه وقبلها الف؟ لان الالف هنا اصليه. احنا بنقول امتى الاسم اللي اخره الف التانيث الممدوده يكون ممنوع من الصرف؟ لما الف التانيث دي تكون زائده. طب وانا هعرف منين انها زائده؟ غالبا لما تكون الحرف التالي الرابع، لما تكون الالف اللي قبل الهمزه هي الحرف الرابع. فانت شوف كلمه ماء الالف جت تاني حرف. سماء، طبعا السماء الالف واللام شيل التعريف بتاعها، فهتمسك كلمه سماء هتلاقي الالف هي ثالث حرف. احنا عايزين الالف تكون رابع حرف عشان تبقى ممنوعه من الصرف. كلمه غذاء برضو ثالث حرف. كلمة هواء برضو الألف ثالث حرف. يبقى يعني دي يعني عشان تعرف الألف اللي قبل الهمزة أصلية ولا زائدة، لأن أنت عايزة تكون زائدة عشان تمنعها من الصرف. فيعني اللي يطمنك إن الألف تكون رابع حرف. وشكرا لكم.